استغل الموضوع ده اكبر استغلال واطلع باكتر فايده ممكنه وغير مستقبلي في لحظات. اعرف ان في لحظه ممكن تغير حياتك بقت قريبه قوي منك دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ في ليله يا صديقي قربت مننا قوي، او يمكن خلاص هي بقى عليها مجرد ساعات. ليله خطيره جدا يا صديقي، وبقى في ايام دلوقتي بقى احنا موجودين فيها ممكن تغير كتير قوي من مستقبلنا يا صديقي. ليله خير من 1000 شهر، كانك عبدت ربنا اكتر من 83 سنه. فالعشر ليالي الجايين دول يا صديقي اوعى اوعى تفوتهم حتى لو كانوا 9. سألنا المشترك مش لايك اشتراك تابعنا على قناتنا على سبيل التطبيق في وصف الفيديو، وترك في التعليقات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا صديقي، يلا بينا نفهم الموضوع على الرايق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا صديقي في العشر الاواخر لما بيبداوا كان بيعمل 3 حاجات مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه كان يحيي ليله. يعني ايه؟ يعني كان طول الليل قاعد يصلي لربنا سبحانه وتعالى. انت هتقول لي يعني هو كان ما بيصليش رمضان كله؟ قال لك لا، كان بيصلي، بس العشر اواخر دول كان الوضع فيهم مختلف. كان صلى الله عليه وسلم في المسجد بيبقى ليه خباء. يعني ايه خباء؟ يعني كان بيبقى ليه خيمه كده في المسجد، جوه المسجد، يعني هو معتكف في جوه الاعتكاف، فاهم؟ ليه بقى؟ ليه العله تغيب؟ ايه العله اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل من اجلها كده؟ عشان ينقطع عن الحياه. بص، ما فيش رهبانيه في الاسلام، لا رهبانيه في الاسلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن اهل الكتاب ورهبانيه نبي تدعوا ما كتبنا عليهم، ما كتبنا عليهم بس. فما فيش رهبانيه في الاسلام، لكن ربنا سبحانه وتعالى العشر الاواخر دول الوضع فيهم مختلف. انت بتنقطع عن الحياة لان في اجر وثواب وعطايا في العشر الاواخر دول ممكن يغيروا كتير، او ممكن يغيروا تاريخك كله، مستقبلك كله اتغير في العشر ليالي دول بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليلة، يعني كان ليله بيبقى الصيام كان بيحييه بالطاعة، بالذكر، بالخلوة مع ربنا. والخلوة مع ربنا دي جاي لها دلوقتي، بس بص حاجة فاخر من الاخر جاي دلوقتي. استنى بس، بعد اقل من دقيقة يعني جاي لها. وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ اهله، يعني كان بيحفز اهله كده، يلا يلا يلا، احنا مفيش وقت، احنا مش ضامنين السنه الجايه نبقى موجودين ولا لا، اشتغل يلا، في 10 اواخر، في ثواب، في ليله القدر في منهم، في تغيير مستقبل. فكان يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد من مئزره. يعني صلى الله عليه وسلم كناية عن كناية بقى احنا بناخد برضه بلاغة يعني على فكرة يعني كده، فكناية عن الجد والاجتهاد، فاهم؟ فكده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ال3 حاجات دول. وكان يعتكف في العشر الاواخر دول، كان يعتكف فيهم صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا كده كان يضرب له خباء في المسجد، يعني كان ليه خيمه جوه المسجد، فاعتكاف جوه اعتكاف بلس بقى، فاهم كده؟ المهم، وكان في العشر الاواخر دول في حاجه اسمها خلوه مع ربنا. الخلوه مع ربنا دي بتقعد كده بهدوء، تبعد عن البشر. اهم حاجه تبعد عن البشر، اهم حاجه. طلع موبايلك بره، معلش بقى يعني، سيبه دلوقتي، مش لازم تتفرج على يعني. المهم ماشي، وتبعد عن كل حاجه وتخلو بالله سبحانه وتعالى. تعترف بذنوبك، لان كلنا مقصرين يعني، وانا رمضان الواحد للاسف يعني مش عارف يودي وشه فين. ماشي، وتعترف بتقصيرك، ان احنا كلنا للاسف الحمد لله يعني كده في الباي باي يعني. ماشي، وتطلب ما تتمنى. انكم تدعون غني. تعرف يعني ايه غني؟ يعني لا يحتاج الى احد، يعني معه خزائن الارض والسماوات. عباد بقى ما انا كده مش مهم يعني، ما شاء الله موتوسيكلات وعربيات ما بيلاقوش غير الوقت اللي بصور فيه يجوا فيه، سبحان الله. المهم ماشي، ربنا يبارك لهم يعني ويرزقهم. بظبط طبعا. فاخرب يا عم، اسكت بقى اسكت بقى. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله ويوقظ اهله ويشد من مئزره، تمام. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف ويضرب له خباء ويخلو بربه وينقطع عن العالمين بسبب ال3 حاجات دول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعترف يعني طبعا ان هو معصوم فما عندوش ذنوب، لكن احنا بنعتكف عشان ال3 حاجات دول. اول حاجه نعترف بذنوبنا بتقصيرنا، نطلب ما نتمنى. فمستقبلك كله ممكن يتغير في لحظه صدق في ليله القدر، وهي اكيد من ضمن العشر ليالي دول اكيد يعني. الحمد لله ربنا تيسيرا علينا حصرنا في العشر ليالي دول، خصوصا في الوتر. فانت اجتهد جدا في العشر كلهم، لان محدش هينول ليله القدر غير اللي اجتهد فعلا. غير اللي اجتهد اوعى ان تفتكر ان هي كده وخلاص، ان اي حد ممكن ياخدها، لا، ده منحه عظيمه من ربنا سبحانه وتعالى لا تعطى الا للمجتهدين. فاحنا علينا ان احنا نجتهد، علينا ان احنا نسعى، علينا ان احنا لو واحد قدر يعتكف
في المسجد يعتكف. طب لو واحد ما قدرش بقى، شغله، دروسه، مذاكرته، بيته، ايا كان السبب اللي مش هيقدر يعتكف بسببه، فعليه ان هو يحقق الهدف من الاعتكاف. طب ايه هو الهدف من الاعتكاف؟ ان هو يخلو بالله وينقطع عن الدنيا، حتى لو بص نص ساعة، ربع ساعة، 10 دقايق. مش عايز لهم بقى عن كده يعني، معلش بقى، ما ينفعش. قال له 10 دقايق يا راجل يعني، يا راجل عيب عليك، عيب عليك. ده انت بتقعد قدام الماتش في ساعة وساعة ونص، وممكن تقعد على الريلز او الشورتس في اليوتيوب ساعتين، 3 4 5 6 10 دقايق مع ربنا سبحانه وتعالى يغيروا حياتك. عارف يعني ايه يغير حياتك؟ يعني حياتك دي كلها بص تبقى كده، تبقى انت برنس. ليه؟ لان انا اعتكفت لله سبحانه وتعالى. فلازم يا صديقي نستغل العشر اواخر دول، اوعى تتكاسل فيهم. دول عاملين زي المراجعه النهائيه في ثالثه ثانوي، عاملين زي لحظه الانقاذ في بعد الكليه، الكورس النهائي في الكليه، ده كده المراجعه النهائيه. فالعبره بالخواتيم يا صديقي. ولو انت كنت مقصر زي كده، فليس العبره بمن سبق، ولكن العبره بمن صدق، والسابق الصادق افضل. بعد الكلام ده تقول لنا طلاسم بقى سابق وصادق واحنا صايمين ومش فايق لك، اقول لك لا، سهل خالص. سابق يعني جاي بدري، صادق يعني صادق مع صادق يا عم، صادق يعني مخلص يعني، مخلص يعني، يلا ماشي. فالسابق العبره مش اللي جاي بدري، العبره باللي جاي مخلص. طب لو واحد سابق، واحد جاي بدري ومخلص، اكيد ده افضل من اللي جاي باخري ومخلص، صح ولا لا؟ زي مثال سيدنا عمر كده. سيدنا عمر اسلم في سنه خمسة من البعث، تمام، او 6. تمام، الاختلاف الروايات يعني. لكن هو بقى افضل من عثمان وافضل من علي، مع ان دول الاسلامين قبله رضي الله عنهم اجمعين، فهو تاني افضل واحد في الامه. لكن سيدنا ابو بكر لان هو سابق وصادق، جه بدري ومخلص، فعشان كده كان افضل من سيدنا عمر. طبعا ده مثال توضيح بس، ماشي. فلا يا صديقي، العبره يعني من كل الكلام الجميل ده، القاعده الذهبيه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي بقى عشان نلخص لك الموضوع ده كله. اولا مش لازم تعتكف، لو قادر ليك فتمام، لو ما قدرتش فتمام برضو. ممكن تحقق هدف من الاعتكاف في بيتك، تعتكف ربع ساعه، نص ساعه بالليل كده. شرط الاعتكاف يكون في المسجد، لكن ده تحقق هدف من الاعتكاف اللي انت تخلو بالله سبحانه وتعالى، وتنفرد بالله سبحانه وتعالى، وتشكو همك، وتعترف بذنوبك وتقصيرك، وتطلب ما تتمنى. يعني ممكن تغير مستقبلك، تنجح في الثانويه العامه، الثانويه الازهريه، تجيب اللي انت عاوزه، تجيب المجموع اللي انت عاوزه، تتجوز، تتجوز ماشي، تخش الشغلانه اللي انت عاوزها، يحصل لك اي حاجه، تغير حياتك كلها في ليله، لان دي ليله القدر خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم، فاوعى تتحرم من خيرها يا صديقي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا ليله القدر، وان يجعلنا ممن يقومونها ايمانا واحتسابا، وممن يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، وممن يحقق لهم آمالهم وهو راض عنهم سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى اجعلنا ممن يستمعون قال فيتبعون احسنه. وبس يا صديقي، ما شاء الله اشتراك تبعنا قناتنا على سبب في وصف الفيديو، وهتفرج اوعى تنسى، استغفر الله، واوعى تنسى تتفرج على فيديو اكرمنا من جهل، يعني كان فيديو كده ماشي. وهتفرج برضه، واوعى تنسى تتفرج على فيديو القعنبي، اللي كان شيخ البخاري بعد كده، اللي كان صايع بعد كده شيخ البخاري. وبس كده يا صديقي، ما تغلط عليك ومعلش متلخبط. بصورك الصبح وشايف ان النجارين شغالين جنبنا، ربنا يبارك لهم ويعينهم. العربيات ما شاء الله ما بتلاقيش غير الوقت اللي انا بصور فيه وتيجي. الشمس ما شاء الله شايف ساطعه ازاي، بصورك الصبح اي خدمه اهو. وبس كده، اصلي على انكم وشرح لكم الصدور وصدقات نقاطكم، فانه الحي القيوم سبحانه يعلم ان فيه يحبكم، فانه علم الغيوب. وكالعاده زمرة العربيه بتختم معنا الفيديو. كان توفيق من الله، وكان خطأ من الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقفل عم اقفل.